بجوار الشعار الأجمل ومن داخل قناة النادي الأكثر فوزا بالبطولات القارية في القرن العشرين، نرحب بكم. أهلا بكم في فن وهندسة. في البداية وبما أني واقف قدامكم دلوقتي فأنا لازم أشكر كل من تسبب أو سعى أو طالب بوجودي هنا، وقبل الجميع وعلى رأس الجميع جمهور الزمالك العظيم اللي لولاه ما كان لأي شيء أي قيمة. فن وهندسة هو برنامج هيكلمكم عن كرة زملكاوية، كرة محلية وعالمية وعربية وتقارير وفقرات كتير. لكن بما اننا هنا في قناة الزمالك فوجدنا ان فقرتنا الاولى تكون عن احد اهم واعظم من مروا من هنا. في يوليو 1966 حققت انجلترا كاس العالم الوحيد في تاريخها. كابتن المنتخب واللي تسلم الكاس من الملكة إليزابيث كان بوبي مور، واللي سرق الاضواء في النهائي ضد المانيا كان جيف هيرست اللي سجل هاتريك. ثنائي ويست هام في الوقت ده كانوا على قمه العالم، لكن بعدها ب4 شهور وفي نوفمبر من نفس السنه كانوا في رحله من انجلترا للقاهره عشان يقابلوا الزمالك في ملعب حلمي زموره قدام جمهور مش مهتم قوي من النجوم العالميه اللي قصاده، لكنه جاي عشان يهتف للزمالك ولنجمه الاول. بص شوف حمادة بيعمل ايه. كان الهتاف مع هاتريك في ماتش الزمالك كسب فيه ويست هام 5-1. صانع شعبية الزمالك الأكبر في الستينات حمادة أمام. مسيرته ما كانتش طويلة قوي بسبب الحرب، لكن كل يوم فيها كان مؤثر في استقطاب مشجع جديد للزمالك عايز يروح الملعب عشان يشوف سحر الثعلب. بطل الدوري مرتين واللي سجل 74 هدف في الدوري خلوه الهداف التاريخي الرابع للزمالك في المسابقة. رحلته ما انتهتش مع الزمالك بعد الاعتزال، مناصب إدارية كتير، كان مخلص في كل مكان فيها، وصوت معلق فرحته ممتزجة فيها بمهنيته طالعة من القلب، وسماعها في الصوت مع كل إنجاز قاري للزمالك. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد يا حازم يا حساب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ده ايه الحلاوه دي؟ مش بس كده، ده بالاضافه لجوهره سابها من بعده شالت تاريخ العيله الطويل في النادي واللي بداها والده يحيى امام حارس مرمى مصر في الاولمبياد. دموع غلبته يوم المئويه وهو بيتذكر تاريخ طويل ليه مع النادي اللي شال بنفسه على كتافه الطوب عشان يساهم في بناء مقره الحالي. حمادة امام مر من هنا، بل أحد أهم من مروا من هنا. رحم الله الكابتن حمادة أمام. عندي سؤال، ليه الناس بتحب البريمير ليج؟ ليه البريمير ليج هو الدوري صاحب الاهتمام الأكبر ونسبة المشاهدة الأعلى، سواء بعد تأسيس البريمير ليج أو حتى الدوري الإنجليزي ما قبل البريمير ليج؟ أعتقد كل واحد ممكن يكون عنده إجابة، والإجابات قد تختلف، وبما اني واحد من الناس فانا عندي اجابه زي كل الناس. البريمير ليج يا عزيزي هو ارض الاحلام او الكوابيس، هو باختصار ارض الاحتمالات المفتوحه، بمعنى ان مفيش حد ممكن يعرقلك ومفيش حد ممكن يسندك ومفيش حد هيعمل لك استثناء. انت ومصيرك ملك نفسك. ازاي؟ انت ممكن في انجلترا تبقى اي حد، تبقى اي شيء حسب شغلك انت، حسب مشروعك انت. انت ممكن مثلا تبقى نوتنغهام فورست وتاخد بطولة اوروبا 79 و80، بس خد بالك لما تيجي في نهاية 93 وجدول الدوري يقول انك تهبط، هتهبط، مش هيتعمل لك استثناء، مش هيلغى الهبوط. انت ممكن كمان تبقى ليفربول وتتسيد الكرة الانجليزية من منتصف السبعينات حتى نهاية الثمانينات. مفيش لحظة في النص حد هيقول لك كفاية عليك كده، مفيش حد هيقفل المحبس، مفيش كنترولر، مفيش حد هيقول لك ان طموحاتك او نجاحاتك او احلامك ليها سقف. بس خد بالك لما تيجي في نهاية الثمانينات وتعطل، محدش برضه هيعمل لك استثناء. انت ممكن تبقى مانشستر يونايتد بمشروع كبير مع اسم كبير زي سير أليكس فيركسون وتتسيد التسعينات، محدش هيقول لك كفاية عليك كده، محدش هيقولك ان ابتعاد ليفربول ادى الى احتقان، محدش هيقولك ان طموحك له اخر. مش بس ليفربول،
مش بس مانشستر يونايتد، انت ممكن تبقى ارسنال بمشروع مع مدرب استثنائي زي ارسن فينجر واسماء زي تيري اونري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا واشلي كول وغيرهم، وتنجح وتاخد الدوري، بل انك تاخد الدوري unbeaten بلا هزيمه واحده، ويفضل الانجاز ده مسجل باسمك انت وحدك حتى الان. انت ممكن كمان تبقى تشيلسي بمشروع قاده رومان ابراموفيتش وتصدره جوزيه مورينيو واسماء زي ديديه دروجبا وفرانك لامبرد وجون تيري، وتتفوق على الجميع وتاخد الدوري بعد 50 سنه غياب، وتبقى النادي الوحيد من لندن بطل اوروبا. مش بس كده، انت ممكن تبقى مانشستر سيتي بمشروع قاده الشيخ منصور بن زايد وباسماء زي دافيد سيلفا، زي اجويرو، زي كامباني، ومدربين زي مانشيني وزي بلجريني او حتى زي جوارديولا. مفيش للطموح سقف، ومفيش للاحداث محرك او كنترولر او محبس بيقول ايه يعدي وايه ما يعديش. اي حد يقدر ينجح واي حد ممكن يفشل. تنجح انجح، هتفشل محدش هيلحقك. في الحالتين انت مصيرك خاضع للارتقاء الحر او السقوط الحر. انت ممكن حتى تبقى ليستر بمدرب تخطاه الزمن تماما زي كلاوديو رانييري واسماء من العدم زي نجولو كانتي ورياض محرز وجيمي فاردي على الاقل وقتها كانوا من العدم، وتاخد الدوري. بس خد بالك انت ممكن كمان تبقى ليفربول وبعد كل الغياب ده ترجع تاني. كل الاحداث دي بتؤدي بيك الى استنتاج واحد بس: انت في ارض الاحتمالات المفتوحه. مفيش كنترولر، مفيش حد بيفتح الحنفيه وبعدين يقفلها شويه وبعدين يفتحها ويسيبها ويلاقي الدنيا زروطت يقوم قافلها تاني. مفيش. في انجلترا ما ينفعش كل الانديه تروح تلاعب ايفرتون في الجوديسون بارك ما عدا نادي واحد. مفيش. في انجلترا لو حارس مرمى تسبب في احداث شغب في مباراه مهمه يفترض ان النادي يعاقب واللاعب يعاقب. محدش في انجلترا هيقول لك يلا نلغي الموسم. في انجلترا كمان لو في نادي قرر ان في مباراه ذهب اليها الخصم وذهبوا الحكام وهو لم يذهب هيعاقب. مش هيتشال اتحاد الكوره وتعاد المباراه، مش هيحصل. في انجلترا كمان مفيش حد هيروح يتحايل على رئيس نادي يقول له العب مباراه، ولما يفشل في اقناعه تؤجل الجوله بالكامل لعدم احراج النادي او رئيسه. في انجلترا ارض الاحتمالات المفتوحه، مفيش كنترولر، مفيش حد بيحرك حاجه غيرك انت، وكل شيء خاضع للحركه الحره، واما الارتقاء الحر او السقوط الحر.